السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي وبسيف؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير يا حبايبي. ما تنسونيش بقى في الصلاة على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسونيش بالله عليكم في اشتراك في قناتي. تمام يا حبايبي، عشان انا بزعل جدا لما الاقي الاشتراكات قليلة، وبلاقي الكومنتات واللايكات قليلة. اللايكات يا حبايبي بتخلي الفيديو ينتشر وكل الناس تشوفه. تمام. بصوا النهارده هنبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده عملت طريقه بطاطس شيبسي حلوه جدا. انتوا عارفين طبعا ان الشيبسي مقاطعه، وانا عندي ابن الصغير بيحبه جدا، بيموت في الشيبسي. فانا ما حبيتش بصراحه ان انا اجيب له كل شويه شيبسي من بره. اولا مدر، وبيوجع بطنه، وبيسد نفسه عن الاكل وما بيرضاش ياكل. تمام يا حبايبي. وتاني حاجه ان هو مقاطعه. فانا قلت اعمله في البيت يبقى احسن. وطبعا دي بطاطس وانا عاملاها بايدي، يعني حاجه نظيفه جدا ومغذيه برضك. تمام. وما تكونش مضره خالص. فانا عملتها. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا سامعين القرقشه؟ بصوا اهي. على فكرة البطاطس دي انا مقطعها بايدي بالسكينة عادي. عندك مبشرة ممكن تقطعيها، عندك مكنة البطاطس ممكن تقطعيها، باي حاجة ممكن تقطعيها. تمام يا حبايبي. انا جبتها، نقعتها في غسلتها حلو جدا، نزلت منها كل البودرة بتاعتها. بعد كده نقعتها في شوية خل من غير مية، نقعتها في شوية خل عشان تدي بس مزازة وتبقى ناشفة. وبعد كده حطيتها في زيت سخن جدا، بس وانا بحطها حطيتها واحده واحده، يعني بمسك الواحده كده اروح حطاها. تمام. بفردها في الصينيه عشان ما تكونش مكلكعه فوق بعضها وتمسك في بعضها. وبعد كده حمرتها كويس جدا، نشفت معايا بسرعه وبقت بالشكل الجميل ده وباللون الذهبي الجميل ده. وبعد كده حطيت عليها شرق اقصى، وبقت شيبسي وبقت جميله. وبسم الله ما شاء الله ابني كل منها. احسن من انك انت تعملي حاجه مضره، تشتري حاجه من بره مضره وتوجع بطن ابنك او بنتك ويسد نفسهم عن الاكل. فده انا عملته. اتمنى الفيديو يعجبكم، وبرضك ما نشتريش حاجه مقاطعه عشان ربنا يا رب ينجي اهل فلسطين. تمام. بصوا حبايبي، اتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوا طريقه الشيبسي دي. انا عملتها، غسلتها ونقعتها في خل وسبتها حوالي نص ساعه في الخل. بعد كده قليتها وحطيت عليها شويه شرق اقصى من فوق. شرق اقصى دي توابل. تمام يا حبايبي. اتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوه، وبقولوا لي بتتابعوني منين. تمام يا حبايبي. ومستنيه بقى ارائكم والصلاه على الحبيب، وما تنسونيش في لايكات واشتراكات. تمام. استنوني في كل جديد وجديد مع يوميات المسيف. سلام عليكم.